ازيكم؟ دلوقتي احنا في احد مولات في ابو ظبي، وعايز اوريكم احنا كان معانا شحن قليل قوي، بس جينا لقينا بقى كميه عربيات تسلا بتشحن كتيره جدا. واللي عايز اقوله مش موضوع ان العربيات كتير بتشحن، عايز اقوله ان ازاي ممكن يبقى في ازمه وبرده الموضوع ما يبقاش كونفينينت لو في ويتنج تايم. احنا استنينا حوالي 10 دقائق عشان الشاحن يكون موجود او فاضي يعني، بس خلينا اوريكم كده العربيات اللي موجوده، وفي نفس الوقت نشوف اهميه وجود الدي سي تشارجر خاصه للناس اللي ما عندهاش شواحن في بيتها او ديستنيشن تشارجرز. دي محطات السوبر تشارجرز بتاعت تسلا، بتوصل لحد يعني هي اريا عندنا حوالي 255 كيلو. بص كل عربيات تسلا هي واقفه جايه، الناس بتيجي بتشحن. شايفين كميه العربيات اللي بتشحن قد ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عربيات، دول 10 سوبر تشارجرز. بصوا بقى الشاحن بيطلع بقدرات قد ايه. كل العربيات دي بتشحن في وقت واحد، وده يورينا أهمية وجود وانتشار الشواحن بشكل كبير الدي سي، وان ازاي ممكن ده يبقى أزمة عندنا لو السوق فتح جامد في عربيات الكهرباء تحديدا. طيب حاجة تانية برضو في نفس الفيديو نقولها، في زحمة على الشواحن فعلا، والعربيات كتير كانت، احنا كنا مستنيين يعني، وكان مكتوب لنا ويتنج تايم 10 دقايق. كنت بتكلم انا وحسيني بقول له برضو الموضوع يعني ممكن ما يكونش احسن حاجه، حتى لو معايا تسلا وفي سوبر تشارجرز، لو ما عنديش شاحن في البيت برضو ممكن تكون مشكله. هي طبعا التشالنج كده كده برضو يعني، او مش كونفينينت او مش مريحه قوي. طيب ايه اللي حصل؟ انا واحنا قاعدين، احنا في خلال 10 دقايق العربيه طلعت من حوالي 7% او 5% ل 37%، 5% ل 37% او 40% دلوقتي. يعني بنتكلم في اقل من 10 دقايق او في ربع ساعه تقريبا هشحن نص البطاريه. وده حاجه نتعلم منها درس تاني، ان لو انا المكان اللي انا فيه هيبقى فيه ترافيك عاليه قوي على العربيات على الشواحن، محتاجين نحط شواحن قدراتها كبيره جدا عشان الويتنج تايم يبقى قليل قوي. فلو دلوقتي احنا في 10 عربيات بتشحن، بس تلت ساعه مش هيبقى فيه ولا عربيه، في 10 عربيات تانية هتيجي مكانها. خليني اوريكم ده بقى على الابلكيشن. ده زي ما انتم شايفين اهو على الابلكيشن 40%، كل ده في تقريبا يعني لحد دلوقتي 12 13 دقيقه، خلينا نقول ربع ساعه، من 5% ل 40%. درس مستفاد من الفيديو ده: عندك ترافيك عاليه او محتاج عربيات كتيره موجوده محتاجه تشحن، يبقى لازم انتشار كبير جدا للدي سي تشارجرز. في نفس الوقت العربيات كتيره كمان اللي هتيجي تشحن دي سي، يبقى لازم الباور يبقى عالي قوي. باور عالي قوي معناها انفراستراكشر محتاجه تبقى جاهزه لده. احنا بنتكلم في 10 شواحن، كل شاحن تقريبا بيطلع حوالي 200 كيلو وات افريج، يعني بنتكلم في 2 ميجا وات في الساعه العربيات بتستهلكها. رقم كبير جدا، محتاج انفراستراكشر قويه جدا جدا جدا. شكرا، واتمنى يكون الفيديو ده كان مفيد. شكرا لكم.